أعزائي المشاهدين، وفي إحدى شوارع اسكندرية التقينا بأخطر لاعبين طاولة، الأخ إبراهيم زهران والأخ عبده. ونحن الآن نتابع المباراة، حيث إبراهيم زهران لاعب شهير في شارع النصر جانب جرين بلازا، والأخ عبده أيضا لاعب مشهور. وهنا الأستاذ السلام عليكم رضا. الأستاذ رضا، ما هو رأيك بالمستوى اللاعبين في أبطال؟ تفضل. مستوى اللاعبين منحط. أنت لاعب قديم باين عليك. لاعب قديم وأنت خسر. إبراهيم زهران، أنت لعبك مع إبراهيم زهران تكسب ولا تخسر؟ اتعلم على ايد الطاولة، وعشان غلبنا مرة فاكر نفسه انه ممكن يغلبنا على طول، وكل المرات اللي غلبتها له ينساها، وعشان مرة فضحك. أعزائي المشاهدين، هنا إبراهيم زهران يعترف بعظمة لسانه أنه خاسر. تفضل أخ عبده، هل لديك تعليق؟ أنا بلعب. ولماذا لم تجلب لي الشاي يا حسن معزة؟ حسن معزة قلع النظارات وكأنه جارهم، كأنه مش حسن. كأنه مش حسن. أحمد كأنه سلامة أم حسن. يلا 4. ما زالت اللعبة مستمرة أعزائي المشاهدين. عبده يتصدى بشراسة لإبراهيم زهران. عبده يتصدى بشراسة، الكرة في ملعب عبده. إبراهيم زهران، أنا أشوف محاولة غش من إبراهيم زهران. غش يا راجل يا غش. يا ابني نور. وجاب وأحضر ابنه يوسف كي يشجعه ويقطز اللبة ويشرب العصائر الباردة. يلعب إبراهيم زهران. يا عم انت من ساعة ما قعدت وانت بوم يا واد يا بوم. هات دول خلص معاك جوه. قفل عليا. أعزائي المشاهدين، نحن صورنا هذه اللعبة لأنه إبراهيم زهران كل ما يخسر وبدون تسجيل يدعي أنه كسبان، أما هذه إثبات بالصوت والصورة. أعزائي المشاهدين، وأنا هنا أشرب بق من الشاي. بكن يا بكن. رجاء أعزائي المشاهدين لا تكترثوا لتعليقات إبراهيم زهران، لأنه كل ما يخسر يعلق. يا ابني نور، ما تحكيكش بالولد. اللعبة ما زالت شيش وسيه. قرب على اخر الطاولة. هيشوط علق تعليق بقى. انت ايه؟ واحد سوري بقى. يلا العب يا ابني. شو رأيك انت يا معلم؟ استنى يا يوسف، عايز اجيب دش يا ابني. اسكت. شو رأيك انت يا معلم باللعبة؟ جايب ابنه لاخم. انت ما بتعرف تحكي شامي؟ اللعبة مستمرة أعزائي المشاهدين، ننقل لكم باللهجة المصرية. بيجيب ابنه عشان يعطل من احدى اللاعب أعزائي المشاهدين، من احدى الخدع واللاعب التي يستخدمها إبراهيم زهران انه يحضر ابنه كي يلهي اللاعب الخصم. إبراهيم زهران من احدى الخدع إبراهيم زهران يحضر ابنه كي يلهي اللاعب الخصم. ويدعي انه سيبه يا يوسف. يدعي انه سيبه يدعي. تفضلوا أعزائي المشاهدين، ما زلتم متابعين بالصوت والصورة. يلا يا حماده. راحت نجيبك دوسة او درجة او دش او لبن. هات وقت يعني دوسة درجي دش نبش وتقول خزن. لو جبت هابية راحت العشاء. بيقول لك لو ده حرف شعلقة في الجو، ومعايا انا الكلام ده واقف يا ابني. العب ولا راحت خلاص من قبل ما تلعب. وإبراهيم زهران يتلفظ بالألفاظ السوقية. ايوه. نعتذر أعزائي المشاهدين على هذه الألفاظ السوقية. نعتذر. من تحت الكاميرا عملها ازاي؟ راح جاي حاسسها كده اهو. يبقى جابت وش. مين كسب بالنهاية؟ مين كسب؟ انا اللي هكسب كده. لا رجاء، هذا غرور. فرق بين الثقة بالنفس لا مش ذوقك. مين كسب؟ انا. أعزائي المشاهدين، وكسب الأستاذ عبد الوهاب هذا التسجيل بالصوت والصورة. كان لا ينكر إبراهيم زهران هذه اللعبة، وهذا هو إبراهيم زهران، وهذا ولده الذي يحضر كي يلهي اللاعبين. وشكرا أعزائي المشاهدين، شكرا. ما هو شعورك بالنصر أخي عبدو؟ الشعور كل مواطن مخلص في هذا البلد. تواضع ساعة الفوز وتبتسم للمهزوم. من تواضع لله رفع. شكرا، وشكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين. نقدم لكم بعد قليل نشرة الأخبار.